أنا أم ل3 أولاد. بنتي الكبرى عمرها 17 سنة و6 شهور في الصف الثالث الثانوي. كانت دائماً بنتاً هادئة وخجولة. دراستها كانت أولويتها الأولى، لكن من حوالي 5 شهور وتحديداً بعد عيد الحب في فبراير لاحظت تغير كبير في سلوكها. الموبايل بقى ملاصق لإيدها 24 ساعة. أول ما كنت أدخل عليها كانت بتقفل الشاشة بسرعة وتبتسم ابتسامة مصطنعة. كنت أسألها: بتعملي إيه يا حبيبتي؟ فترد بسرعة: بذاكر يا ماما مع صحابي على الجروب، بنحل أسئلة سوا. وكانت في بعض الأحيان تجيلي فعلاً بصورة من تشات فيها سؤال في الفيزياء أو الكيمياء وإجابته، وكانت تقولي: شوفي يا ماما، صاحبتي بعتت لي السؤال وأنا اللي حلته لها، عشان كده أنا فاهمة الدرس كويس. وكنت أفرح بيها وأدعي لها، وكنت أقولها: الله يبارك فيكي يا حبيبتي. بس إحساس الأم بيخدعش. البنت اللي كانت بتكسف لو شافت مشهد رومانسي في التلفزيون بقت تقعد تتفرج بتركيز شديد، حتى أسئلتها بقى ليها طابع تاني. في يوم قعدت تسألني أسئلة غريبة: قولي يا ماما، انتي وابويا اتجوزتوا حب ولا صالونات؟ طب لو في علاقة بين راجل وست، ايه اللي بيفرق؟ لو واحدة اتجوزت واحد بتحبه والتانية لأ، العلاقة بينهم بتبقى مختلفة في ايه؟ كنت بجابها بطبيعي وبساطة وأقولها على قد ما أنا فاهمة، مع إني استغربت الأسئلة دي كلها. كنت أرد عليها: يا بنتي دي حاجات بعدين، لما تكبري وتتجوزي، دلوقتي خلينا في دراستنا أحسن. لكنها كانت بتلح عليا وطلبت مني مرة إني أدعي لها ربنا يرزقها بزوج صالح. الموضوع بدأ يقعد في دماغي: إيه اللي يخلي بنتي في السن دي تفكر في الجواز والعلاقات بهذا الشكل؟ هي المفروض تفكر في امتحاناتها آخر السنة. لكني كنت بطمئن نفسي وأقول: يمكن سن المراهقة ويمكن كلام مع صاحبتها. لكن قلبي كان بيخفق من جوايا، حاسة إن في حاجة غلط وإن ابنتي مش هي. بس اللي شفته بعد كده كان أكبر بكتير من مجرد أسئلة بريئة. في الليلة اللي قلبت حياتنا رأساً على عقب. قبل ما أحكي لكم عن الليلة دي لازم تعرفوا إيه اللي كنت بغفله عنه. في أحد الأيام فتحت بنتي موضوع الجروب اللي هي فيه معايا. قالت لي: يا ماما، أنا اشتركت في جروب للبنات على التليجرام، كلنا في نفس السن، بنتكلم وبنفيد بعض. مدام جروب بنات قلت يمكن يكون مفيد وما اهتمتش أدور وراه. كانت بتستغل ثقتي فيها. الجروب كان اسمه جذاب بنات فقط للأسئلة الصعبة، وفعلاً كان مكتوب في وصفه إنه مكان آمن لأي بنت تسأل أي سؤال يخطر في بالها. البنات بدأت بأسئلة تبدو بريئة، زي أسئلة عن الدورة الشهرية والآلام بتاعتها، ومن هنا بدأوا يكسبوا ثقة الأعضاء الجدد. لكن مع الوقت بدأت الأسئلة تتطور. واحدة سألت: بتغيروا ملابسكم الداخلية كام مرة في اليوم؟ وبدأت الردود تتنوع، وبعدها بدأوا يتكلموا في أشكال وألوان الملابس الداخلية وعلاقتها بالجواز، لحد ما وصلوا لموضوع الأفلام الإباحية. واحدة بعتت فيديو قصير وعلقت عليه: شوفوا ده، إيه رأيكم؟ والبنات بدأت تعلق ما بين مصدومة ومتحمسة. الخطة كانت محكمة، كانوا كل يوم بيزودوا في الجرأة. ومن ضمن الخطط اللي اتفقوا عليها كان في بنت اقترحت فكرة مجنونة. قالت: عايزين نتعلم من الواقع، مش مجرد كلام. كل واحدة فينا تصور علاقة أهلها الخاصة، ونجمع الفيديوهات دي ونتعلم إيه الصح وإيه الغلط. وفعلاً بدأوا يخططوا. اتفقوا على طريقة تنفيذ الفكرة: كل بنت تفتح الكاميرا في الموبايل وتثبته في مكان مناسب في أوضة نوم أهلها، وتسيبه وتمشي، وبعد ما تتأكد إنهم ناموا تدخل تاخد الموبايل. بنتي كانت من ضمن المنفذين. اكتشفت إنها صورتنا مش مرة ولا 2، أكتر من مرة. كانت بتتسلل جوه الأوضة بتاعتنا بالرغم إنها كانت فاكرة إحنا نايمين. في مرة شكت فيها، لقيتها قاعدة تسأل أسئلة عن العلاقة الزوجية. وفي مرة تانية شفتها قاعدة تتفرج على فيديو وصوت ماما وضحكتها اللي أنا عرفتها، وقفلت السرعة. قلبي وقع وعرفت إن في مصيبة كبيرة حصلت، وعرفت إيه السبب الحقيقي ورا تغير بنتي. بس اللي اكتشفتوه بعد ما دخلت الجروب بنفسي كان أصعب بكتير مما كنت أتخيل. الليلة اللي مش هنساها طول عمري. الساعة 4 الفجر
صحيت من النوم على صوت خفيف جدا. فضلت ساكتة بس واخدة بالي. لقيت بنتي بتفتح باب الأوضة بالراحة وبتتحرك ببطء شديد على أطراف صوابعها. مشيت في الضلمة لغاية ما وقفت قدام الدولاب وبدأت تمد إيدها. في اللحظة دي قمت من الصراع وصوتي عالي: بتعملي إيه هنا يا بنتي؟ كانت الصدمة. انتبكت ورجفانها شديد والموبايل وقع من إيدها على الأرض. جوزي صحى على صوتي ولمبنا النور لقينا بنتي قاعدة على الأرض بتترجف والدموع في عينيها. كانت بتحاول تبرر: أنا كنت جايبة حاجة من الدولاب. بس عينيها كانت شايفة إحنا بنبص على إيه. جوزي شاف الموبايل على الأرض ولقى الكاميرا لسه شغالة مسجلة. هنا انصدمنا. جوزي مسكها من إيدها جامد وقال لها: إيه ده؟ بتصورينا إحنا دلوقتي؟ قفل باب الأوضة بالمفتاح عشان مفيش حد يسمع. بنتي فضلت ساكتة وهي مش قادرة تتحرك من الرعب. بدأ جوزي يفتش في الموبايل. لقى الألبوم مليان مفاجآت صادمة. في فيديوهات لينا إحنا في أوضتنا، وفي فيديوهات تانية لأناس تانيين غرباء، وفي فيديوهات إباحية كتير محملة. جوزي جن. قال لها بصوت مبحوح من الغضب: إيه الحكاية يا بنتي؟ الكلام ده رايح فين؟ وإنتي بتصورينا ليه؟ ورينا مين معاكي في ده. بنتنا بدأت تحكي وهي بتتبهدل. قالت: في جروب يا بابا، كلنا بنات، اتفقنا نصور أهلنا عشان نتعلم من خبرتهم، وكل بنت بتصور وتبعت الفيديوهات للجروب. حسيت إن الدنيا وقعت عليا. جوزي فضل يضربها ويصرخ فيها عشان تعترف بكل حاجة، وفضلت تفتح له حاجة ورا حاجة. فتحت له الجروب بتاعها. اللي شفناه هناك كان أفظع بكتير: محادثات قذرة وصور شخصية للبنات ومقاييس أجسامهم وفيديوهات إباحية متبادلة. كان الجروب عبارة عن منصة لتبادل الخبرات الجنسية والأفلام المنحرفة تحت شعار توعية جنسية. جوزي ماسك التليفون بإيد ترتجف وهو بيشتم وبيلعن في كل اللي شايفه، وبعد ما عرف كل حاجة قرر يعمل حاجة يمكن تزود الطين بلة. جوزي كان في حالة انهيار عصبي. مسك التليفون من إيد بنتي ودخل الجروب اللي هي فيه وبدأ يبعت رسائل صوتية مليانة شتايم وسباب. كان بيقول لهم: يا ولاد الكلب، أنا عرفتكم وعرفت أساميكم، هوديكم في داهية، انتوا مين؟ في خلال 10 دقايق بالظبط لقينا الجروب اختفى، اتقفل وما بقاش ليه وجود. جوزي فضل يلطش في بنتي بالكلام وبالأيادي. كان بيضربها ويصرخ فيها: إزاي تكوني ساذجة للدرجة دي؟ ما فكرتيش إنهم ممكن يكونوا شباب مش بنات؟ إزاي تبعتي صورك ليهم؟ دلوقتي صورك ممكن تكون في أي مكان على النت. الحقيقة أنا ما كنتش عارفة أتصرف. كل ده حصل قدام عينيا، وبنتي اللي كنت شايفاها لسه صغيرة بقت ضحية لعصابة منحرفة. خوفي كان أكبر من أي حاجة تانية. خايفة على بنتي، خايفة من المستقبل، خايفة من اللي ممكن يحصل لو الصور دي انتشرت. جوزي مكتفش بضرب بنتي، لا، هو قلب الطاولة عليا. بدأ يبصلي وأنا قاعدة مكسوفة ومصدومة وقال لي: كل ده بسبب تربيتك، انتي اللي مقصرة معاها، انتي اللي مش واخدة بالك، دي بنتك ومش عارفة هي بتعمل ايه. كلامه كان بيسلخني زي السكين. قال لي: انتي طول اليوم قاعدة في البيت فاضية للخراء، مش عارفة تربي بناتك، وعشان كده وصلنا للمصيبة دي. مستنية ايه دلوقتي؟ حد هيبتزنا بالصور دي ولا ايه؟ ضربني معاها برضو. فضل يضربني ويضربها وأنا ساكتة مش عارفة أرد. كله ذنبي، كله غلطي. فعلا كان لازم أكون مراقبتها أكتر من كده. لكن مين يتخيل إن البنت تصل للدرجة دي من الانحدار الأخلاقي؟ في نص الوجع والضرب سألت بنتي بصوت باكي: قوليلي مين اللي ضافك للجروب ده؟ إزاي دخلتيه أصلاً؟ بنتي وهي مكسوفة ومبهدلة ردت وقالت: معرفش يا ماما، حسيت نفسي فيه من غير ما حد يضيفني. يمكن فيه لينك أو حد من البنات كلمني، أنا معرفش. الموضوع كان غامض بدرجة أكبر من توقعاتنا. كنا قدام لغز كبير. مين ورا الجروب ده؟ وإزاي بنتي لقت نفسها فيه فجأة؟ وهل البنات اللي فيها دول حقيقيين ولا ناس محترفة بتدور على ضحايا؟ عدت أيام سودة في البيت. بنتي قاعدة في أوضتها باكية طول الوقت، مش قادرة تشوف وشنا. جوزي سايب البيت ومش عايز ياكل من إيدي، طول الوقت يبصلي نظرات احتقار، وهو دايما يكرر جملته: أنتِ السبب عشان ما قصرتيش في تربيتها.
وأنا قاعدة سمعت كلامه ومش قادرة أرد. بنتي كانت في حالة يرثى لها، كانت بتعيط وتقول: أنا أسفة يا ماما، مش هعمل كده تاني، سامحيني، ما كانش قصدي أذاكم، كنت فاكرة إنه مجرد كلام بنات وإنه كل ده عشان نتعلم. تعلموا إيه يا بنتي؟ تعلمتم إزاي تكسروا قلبي؟ إزاي تنتهكوا خصوصيتي؟ إزاي تبيعوا صورنا لناس مش عارفينهم؟ أنا دلوقتي في حالة مش طبيعية، كل شوية أفكر الفيديوهات دي راحت فين؟ هل حد بيبتز بيهم بنات تانيين؟ هل صور بنتي انتشرت على النت؟ هل في حد شافنا إحنا وأبوها من غير ما نعرف؟ النوم مش جايلي خالص، أبص على وش بنتي أشوفها قاعدة في أوضتها، مش عارفة أفتح معاها موضوع. كل ما أفتكر إنها صورتنا كذا مرة وإنها كانت بتتفرج على الفيديوهات دي مع بنات غرباء، قلبي يتقطع. جوزي مش قادر يستوعب اللي حصل، هو دخل في حالة اكتئاب. في يوم بصلي وقال لي: أنا عايز أبلغ مباحث الإنترنت، عايز اللي عمل كده يتعاقب. قلت له: ونبلغ بإيه؟ الجروب اتقفل، محدش عارفهم، لو بلغنا ممكن الموضوع يتكشف وتتبهدل بنتك قدام الناس، ممكن حد يشوفها ويتهمها إنها كانت بتصور، إحنا هنتحمل نظرة المجتمع دي. صراع رهيب بين الخوف على بنتي وبين الخوف على مستقبلها، بين رغبتنا في معاقبة المجرمين وبين رغبتنا في حماية ابنتنا من عيون الناس. جوزي بيقول: خايف عليكي من نفسك، إحنا مش عارفين اللي صوروه ده ممكن يستخدموه في ابتزازنا بعد كام سنة. الخوف بقى مسيطر على حياتنا كلها. مكالمة تليفون غريبة، رسالة على الواتساب من رقم مش معروف، أي حاجة ممكن تكون بداية الابتزاز اللي جوزي خايف منه. عايشين في جحيم بسبب قرارات غبية من بنت صغيرة وتقيلة في ناس ما تستاهلش الثقة، بس كان لازم ناخد قرار، والخيارات كلها صعبة ووجعها كبير. أنا مش عارفة أتصرف، جوزي عمال يضربني كل يوم، بيكلمني بكلمات مش قابلة تتقال، بيقولي: انتي ست ومش عارفة تربي بناتك، دي آخرتها إيه؟ حيبقوا عاهرات وانتي السبب. كل يوم بيمسك فيا أنا وبنتي ويضربنا ويصرخ فينا. البيت بقى سجن كبير، بنتي قاعدة في أوضتها، قاعدة بايعة مذاكرتها، بايعة حياتها، وأنا قاعدة أتفرج عليها من بعيد. كل ما بص عليها أتذكر الفيديوهات اللي شفتها في موبايلها، الفيديوهات اللي كسرت ظهري. اللي خلاني أكتب قصتي دي مش عشان أشكي، لأ، عشان أحذر كل أم وكل أب. الموبايلات اللي في إيد عيالنا مش مجرد وسيلة للمذاكرة أو الترفيه، هي نافذة مفتوحة على عالم كبير فيه الغث والسمين، عالم ممكن يسرق منهم أخلاقهم وبراءتهم في لمح البصر. لا تثقوا في أولادكم ثقة عمياء، مش عشان هم وحشين، لأ، عشان الدنيا بقت وحشة. المحتوى الهابط بقى في كل مكان، الجروبات المشبوهة بتشتغل تحت عناوين براقة وجذابة، شوية شوية، خطوة بيجروا عيالنا لحتة ما يحبهاش ربنا. بنتي دخلت جروب اسمه بنات بس، وطلعت ضحية لعصابة منحرفة، مش عارفة مين اللي كان ورا الجروب ده، رجالة ولا ستات كبار. مش عارفة صور بنتي راحت فين، الفيديوهات اللي صورتنا فيها راحت فين. هل حد بيستعملها دلوقتي؟ هل هتظهر بعد سنة ولا سنتين وبتدمر حياة بنتي؟ نصيحتي لكم بجد، دوروا في تليفونات عيالكم، اسألوا هم داخلين على جروبات إيه، افرضوا رقابة، مش خوفاً منهم بس حباً فيهم. علموهم الصح من الغلط، قولوا لهم إن محدش في الدنيا دي يستاهل صورة خاصة ليكم، وإن اللي بيطلب منك حاجة زي كده مش صاحبك، ده مجرم. جوزي وأنا مش عارفين نعمل محضر في مباحث الإنترنت ولا لأ، خايفين من الفضيحة، خايفين على بنتي، لكني عايزاكم تستفيدوا من مصيبتنا. أنا تعبت والله، نفسي ألاقي حل، نفسي في حد يقول لي أعمل إيه، أحمي بنتي إزاي من نفسها ومن اللي وراها، أتصالح مع جوزي إزاي وهو شايفني أنا السبب في كل حاجة. لو عندكم حل أو نصيحة، أنا في أمس الحاجة لسماع صوتكم. عيشوا معانا وجعنا وساعدونا نلاقي طريق، والأهم من كل ده، ربنا يسترها على عيالنا كلهم ويحفظهم من شرور الدنيا.